وداد في 17 في رباعيات تشامبيونز ليج اقصى سان داونز من نقطة الجزاء. الان ركلات ترجيح، الركلة الأولى للترجي الآن. هل ياخذ الأسبقية الفريق التونسي؟ الركلة الأولى للترجي، يتقدم يسجل الأولى بالشبكة مرياح، إغالة مطيع الأولى في المرمى، يمنح التقدم الآن والضغط كبير على اللاعب اللي سيتقدم للركله الاولى من الوداد. كره على يمين المطيع في انتظار الركله الاولى للوداد. جبران صاحب الخبره المتخصص دوما في ركلات الترجيح امام ميميش وجبران، يتقدم جبران سجلها جبران بذكاء، ثبت ميميش ووضع كرة على يمين الحارس الشاب. الخبرة تفوقت على العنفوان في اللقطة الماضية. من الجبران يحسب لميميش، كان في المكان اللي يرسل فيه الكرة جبران، ولكن جبران بذكاء. الآن الركلة الثانية للمكشخة، يتقدم البرازيليانو رودريغيز ولد السامبا، يتقدم روبريكو، ضيع روبريكو، مطيع يتألق، مطيع يوبع يوسف على غرار الزاكي المياغري، على غرار بونو. يوسف يتصدى للركلة ثانية ضايعة، فانت علامة الجزاء. الركلة الثانية للوداد، الوداد حاول ياخذ الاسبقيه الواك من خلال عملود، ايوب العملود، عملود يسجل عملود على يمين ميميش، ثانيه في الشبكه والتقدم للوداد 2-1. ميميش اختار الجهه اليسرى، عملود في اليمين يسجل، الوداد يتقدم، والثالثه صعبه على الترجي. من كره العملود. الركله الثالثه للمكشخه في أي زاوية سيختار، ننتظر الثالثة، الكرة في الشبكة على يمين المطيع، يسجل كرة في الشبكة، ولكن تمكن من تسجيل لاعب الترجي. شوفوا اللي عنده رقم 4 ديربالي يسجل، 2-2، ولكن في انتظار الركلة الثالثة كان باتجاه الكرة المطيع. سجل ديربالي، يبقي على امال الترجي في انتظار الركله الثالثه الان للوداد. يتقدم الان لاعب الوداد ابو الفتح، يتقدم ابو الفتح بالشبكه قويه جدا من امين، تعامل معها بقوه، كانت مركزه، والثالثة في الشبكة. الوداد 3 الترجي 2، تقدم مستمر للوداد. هذا مكشخ صغير عاشق للترجي، ينتظر في ركلة ضايعة الوداد، وآخر ودادي في انتظار أن يستمر التسجيل. هذا جمهور الواك في انتظار الرابعة، الركلة الرابعة للترجي، الركلة الرابعة بالشبكة، جول الركلة الرابعة، جول يسجل بوشنيبة 3-3 في انتظار الركلة الرابعة. بوشنيبة الاسماء اللي استعان بها طارق ثابت، بوشنيبة ديربالي اللي دخلت في اخر لحظات المباراة، ثنائي يسجل في انتظار الركلة الرابعة للوداد. الوداد والركلة الرابعة، ونجم صاحب الخبرة، ونجم امام ميميش، ونجم هل يبقى على تقدم الوداد، مركز ونجم، تركيز مطلوب، ونجم امام الشاب ميميش في انتظار الركله الرابعه، هل يسجلها ونجم ويقرب الوداد من النهاية. يتقدم ونجم والكرة في الشبكة،
ركلة مثالية من نجم، صعب على ميميش. 4-3 التقدم للوداد ونجم. ركلة معلم، ركلة معلم ومنك نتعلم، قال سعد المجرب. ركلة مثالية صعبة على ميميش في انتظار الركلة الخامسة للترجي. صعبة جدا على اللاعب اللي سيتقدم لهذه الركلة يسجلها، يبكي على مال الترجي يضيعها الوداد في الفاينل. 15 محمد امين توقاي الجزائري. توقاي امام المطيع، هذا المطيع مطيع اللي يلعب دور البطل. المطيع ام الكرة تتاوى توقاي، توقاي مطيع، توقاي سجلها توقاي. 4-4 ولكن في انتظار الركلة الخامسة. الركلة الخامسة كم هي الصعبة. امام لتوقاي على يسار مطيع. الركلة الخامسة تساوي نهائي، تساوي الوصول للمباراة النهائية، تساوي الصعود للنهائي لأول مرة في النسخة الأولى. هذا السامبو، سامبو السنغالي ولد التيرانجا. صدام الكل كرة ممكن تنقل الوداد للفاينل. ولد التيرانجا سامبو، سامبو مع ميميش. ركلة صعبة جدا. بولي جونيور سامبو. يتقدم السنغالي، الدعوات من الوداديين يتمنونها بالشبكة وحبات ترجي في انتظار ميميش. بين السامبو ومنغالي يتقدم للركلة. سامبو 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 الشبكة جول، والوداد يتأهل للدور النهائي لأول مرة في تاريخ الوداد. يقصد الترجي لأول مرة، الوداد يتأهل على المكشخة من علامة الجزاء. الترجي للمرة الثالثة يخسر أمام الأندية المغربية من علامة الجزاء الواقع بعد مباراة صعبة في حوار مغاربي. باش تجمع المال كتصرف عليه من عمرك، كل نهار كتنقص من عمرك نهار ويومين وثلاثة وشهر وعام وعامين باش تزيد الفلوس. الخطورة فين كاينة؟ إلا بغيتي تقلب المعادلة ما يمكنش. إلا بغيتي تصرف هذاك المال باش ترجع النهار واليومين والعام والعامين باش ترجع العمر ما يمكنش. إلا بغيتي تصرف هذاك المال باش ترجع الصحة اللي نفقتي باش تاخذ وتجمع هذاك المال ما يمكنش. ما تقدرش تشري الصحة بالمال. إلا بغيتي ترجع هذاك المال وتشري به لحظات ديال وليداتك اللي كانوا كيكبروا وانت ما كنتيش حاضر وما كتشوفهمش، غمضتي عينيك حليتيها لقيتيهم ولاو عيالات ورجال لأنك كنتي مشغول في جمع المال، ما غتقدرش. إلا بغيتي تصرف هذاك المال ترجع لحظة مع باك ولا امك اللي كانوا كيقلبوا عليك وما كيلقاوك جنبهم لانك كنتي مشغول في جمع المال، ما غتقدرش ترجع باك ولا امك. شفتي كيف انك كتنفق بزاف باش تاخد شويه، واخا تكون عندك ثروه طائله، هي شويه قياسا مع قيمه الاشياء الحقيقيه والقيم الحقيقيه اللي انت كتصرفها باش تجمع هذاك المال الزائل.